السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا كنت سعيدة جدًا بالتواصل معاكم والكلام معاكم طول شهر رمضان، وحقيقي من الحاجات اللي أنا باقعد أفكّر فيها لو إحنا استمرينا على كل الحاجات الجميلة اللي اتعلمناها مع بعض وابتدت تجيب نتيجة مع ولادنا مع انتهاء رمضان، هل ممكن نرجع تاني؟ هل الحاجات دي ممكن ما تستمرش؟ إحنا إزاي يكون بعد ما بذلنا مجهود وحققنا حاجات جميلة جدًا تستمر بعد رمضان مع أبنائنا؟ ده هيحتاج مننا إن إحنا ما نتوقفش عن الكلام. إحنا زي ما اتعلمنا في رمضان يبقى لينا قعدات ويبقى لينا مناقشات ونستغل الأحداث. السنة كلها مليانة أحداث، هنستغل الأحداث تاني، هنكمل في قعدات النقاش، هنركز على نقطة مهمة قوي وهي صناعة دروس قابلة للتعلم. يعني أنا مش هفوت موقف أو فرصة ممكن أتناقش مع أولادي فيه، وإلا وهتناقش إحنا كمان محتاجين الحاجات اللي استمرينا عليها أثناء رمضان تتحط في جدولنا الأسبوعي ونستمر عليها ما بعد رمضان، فنبقى استغلينا رمضان في إن إحنا صنعنا عادات جميلة جديدة وتعلمنا سلوكيات جديدة. وعشان نوظف كل اللي اتعلمناه في رمضان مع أبنائنا كويس إحنا محتاجين نيجي بمناسبة بقى إن آخرة الصيام الاحتفال والعيد، إحنا عايزين نكافئهم على كل حاجة جميلة اتعلموها عشان يتعلموا إن آخر المجهود لازم يبقى فيه مكافآت. كمان إحنا محتاجين نركز معاهم على مفهوم مهم قوي إحنا بدأنا بيه من أول رمضان، وهو مفهوم القدرة. ابنه عندهم أنا أقدر، لازم يتعلم I can. يعني مفيش حاجة اسمها أنا مش عارف، مفيش حاجة اسمها أنا مش قادر. اللي مش عارف بيتعلم، إنما العلم بالتعلم وإنما الصبر بالتصبر. اللي مش قادر محتاج يرجع تاني للمفهوم ده ويعرف إن ده فخ العقل بيعمله لأنه كسلان يغير العادة اللي متعود عليها. لكن احنا نقدر بدليل كل اللي اتعلمناه في رمضان من أول يوم. كل سنة وانتم طيبين، ويا رب دايما محافظين على أولادنا ومعلمينهم كل القيم الجميلة اللي نقدر نحافظ بيها عليهم بقية حياتهم، ونقابل ربنا سبحانه وتعالى وفي ميزاننا حاجة جميلة، وهي ابن واحد من صلبك قدرت تعلمه خير أو قيمة يقابل بيها ربنا سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا. أقابلكم إن شاء الله في سلسلة جديدة من حاجات جميلة هنتعلمها مع أبنائنا. السلام عليكم ورحمة الله.